عادي ديال إلى الناظور، وتلا من خلال التقرير المالي والأدبي والمصادقة عليهم. والنقطة الأخيرة كتتعلق بالتجديد الثلث، إلا أنه آخر لحظة عرفت يعني حالة مسار آخر أو حالة أخرى، أنه بعد تقديم استقالة الرئيس الفعلي مصطفى اليماني وباقي الأعضاء تحول الجمع العام العادي إلى جمع عام استثنائي، وبذلك يعني خلق فراغ، أنه بعد استقالة الجميع خلق فراغ في الإدارة ديال النادي، أنه تم خلق لجنة مؤقتة أترأسها كرئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الإدارة، وذلك من أجل إعداد الفريق وإعداد الجمع العام الاستثنائي المقبل، لأن الهلال فريق عريق، فريق اللي تزاد 1956. ما يمكنش أنه غادي نخليوه يعني كغيورين وكمحبين على النادي، ما يمكنش نخليوه الفراغ باش أنه يتخذ عنه مشاكل وكراهات، خصوصا أن أيام العيد على الأبواب، واللاعبين على أحر من الجمر ينتظرون يعني الإفراج عن ما يسمى بمنحة العيد أو رواتب شهرية. إذن كمحب يعني أتكلم عن صفاتي الشخصية وكمحب للهلال، تطوعت أن أكون رئيسا للجنة المؤقتة لتدبير شؤون النادي إلى حين عقد جمع عام استثنائي مقبل أدعو إليه إن شاء الله جميع فعاليات المدينة وجميع ممثلين المدينة المنتخبين والسياسيين والجمعويين والاقتصاديين والمنخرطين إن شاء الله. سيكون هناك منخرطين، المنخرطين هم الذين سيشرعون أو الذين سيحضرون الجمع العام المقبل إن شاء الله. وأتمنى أن تكون مسيرة موفقة للهلال إن شاء الله، وعودة ميمونة إن شاء الله للهلال من أجل التألق ومن أجل إيجاد المسار الصحيح لهذا النادي العريق الذي نكر له الكل. فبالمناسبة وفي هذا المكان، في هذا المقر الإداري الذي بكل صراحة درنا واحد المجهود كبير، أنه خلقنا واحد المجهود كبير باش نخلقوا هذا المقر الإداري. مع الأسف يتواجد من الملعب البلدي اللي هو ملعب لا يليق بسمعة أبناء الناظور وشباب الناظور، إلا أن هذا المقر هو ربما المتنفس الوحيد لهذا النادي، وخير دليل أرشيف النادي من خلال الصور لمباريات كانت عملاقة لهلال الناظور في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات، أيام العطاء، أيام النتائج الباهرة لهلال الناظور مع الجيش الملكي، مع الوداد البيضاوي، مع الرجاء البيضاوي، مع فرق عتيدة، إلا أن الإهمال والتهميش صار أو كان عنوانا لهلال الناظور في السنوات الأخيرة. أدعو من السيد صاحب الجلالة، من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور أن يكثف جهوده من أجل النهوض بهذا الفريق من جديد وإعطاء له متنفس وأكسجين آخر من أجل العودة إن شاء الله. أتمنى بكل قلبي وبكل صدق أن يعود فريق هلال الناظور في أقرب الأوقات إلى جوار فرق كبيرة وشبه محلية مثل نهضة بركان وشباب الريف الحسيمي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.